السلام عليكم، معاكم سلوى محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. النهارده ان شاء الله وبفضل الله هنعمل قمة الحلويات الشرقية. هنعمل كنافة بكاستر الشوكولاتة بدون ما نستخدم شوكولاتة. حاجة كده ما شاء الله فاخر من الآخر زي بتاعة المحلات. وسعرها بقى ايه، ما اقولكش خرافي عشان احنا اللي عاملينها بايدينا. طعمها بقى تحفة وطرية وناعمة وكريمية، اللهم بارك. لو أول مرة تشوفوني اشتركوا في قناتي فضلا وليس أمرا، وتدوسوا على زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. وقبل ما نبتدي نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه هنعمل الشربات. قبل ما نعمل الشربات لازم اللايك الجميل بتاعكم يا حبايبي، حطوه كده وصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات. هنعمل مقدار الشربات دوت يكفي صينيتين كنافه، 4 كوبايات سكر يعني كيلو سكر، وكوبايتين ميه. ماشي، هنحطه على النار، واول ما يغلي هنعمل ايه، عصرة ليمونة كاملة عشان الكمية مضاعفة. لكن انت هتعملي صينية واحدة يبقى كوبايتين سكر على كوباية مية، ونسيبه يغلي لمدة من 6 ل7 دقايق. بعد كده نطفي النار وندعمه بقى زي ما المحلات بتعمل بالظبط. معلقة سمنة بلدي كده نكون نضيفة وكده وريحتها حلوة وتحفة، تخلي ريحة صينية الكنافة كده فايحة، وشوية فانيليا. تمام. دي التكنيك اللي بيعملوا محلات الحلويات. حتة السمنة البلدي في الشربات دي حتى لو عاملاها بسمنة نباتي هتبقى الكنافة بتاعتك كأنها عاملاها بسمنة بلدي. بعد كده هنعمل كاستر بتاعنا، كاستر الشوكولاتة. هنجيب نص كيلو لبن يعني كوبايتين ونص، و3 معالق نشا عليهم، ومعلقتين سكر، و... و... ومعلقتين كاكاو خام، يعني كاكاو خام اسباني. يعني تعملي حاجة كويسة كاكاو اسباني. طب لو عملتي كاكاو اقل جودة حاولي تدعميها بقطعة شوكولاتة عشان تبقى ايه الكاستر بتاعنا طعمه شوكولاتة وطعمه حلو. تمام. وهنقلبه على النار كده على وما نسيبش التقليب ليه. وهنحط طبعا شويه فانيليا، وهنقلب على طول عشان النشا بتاعنا ما يحصلوش اي كلاكيع. شويه وش اللبن القشطه اللي بنحطها في الفريزر ونسيبها للحاجات الخطيره دي. ونجيب حوالي معلقتين 3 وندعم الايه الكاستر بتاعنا. ممكن نحط معلقه زبده، ممكن نحط معلقه سمنه بلدي، المهم ندعمه. لكن القشطه دي ان شاء الله تبقى موجوده عندنا كلنا. وبعد كده اول ما هيغلي نخليه يغلي كويس، والقوام اللي انتوا شايفينه الناعم الكريمي دوت، ويغلي غلوه كويسه عشان اي حاجه فيها البان لازم تغلي كويس، ونشيله من على النار. بعد كده عندي نص كيلو كنافه متفرز في الفريزر. اول حاجه بعمله عشان يسهل العمليه عليا بتاعه التقطيع الكنافه، اجيب الكيس وهو طالع من الفريزر كده واقعد اخبط فيه ودشدش فيه زي ما انتوا شايفين كده. ده بيخلي الكنافه بتاعتي تتكسر بدون اي مجهود. وبعد كده احطها بقى في صينيه، وابتدي الحاجات اللي محتاجه لسه تقطيع بسيط او كده اقطعها لحد ما انتوا شايفينها بالمنظر ده. تمام. اكون ومعلقتين بقى احط عليها معلقتين سكر بودر، واكون مجهزه كوبايه سمنه بسيحها على البوتاجاز. ممكن سمنه على زيت ذره، يعني زيت نظيف ما فيهوش ريحه. ممكن نص سمنه ونص زيت، الناس اللي مثلا مش عايزين يعلوا الكوليسترول عنده يبقى نص سمنه ونص زيت. لكن هي دي كوبايه سمنه سايحه كده، وريحتها طبعا تحفه باذن الله. الحلويات الشرقيه كلها بتعوز الجوده في السمنه بتاعتها. تمام. لكن لو ما عنديش سمنه غير سمنه عاديه نباتي هعمل، والحاجه بتاعتي هتبقى زي الفل بره. اهم حاجه نفسكم الجميل. اشرب الكنافه كويس كده واشبعها بالسمنه بتاعتي لحد ما تبقى السمنه كلها، الكنافه كلها متشبعه بالسمنه كده وتبقى تمام. اجهز بقى اجيب الصينيه بتاعتي. اجيب الصينيه بتاعتي مقاس دي مقاس 28، ادهنها كده بمعلقتين سمنه حلوين زي ما انتوا شايفين. وبعد كده اجيب نص الكنافه واحطها في الصينيه. نص الكنافه بتاعتي هحطها واعمل ايه، ونص تاني هسيبه. بعد كده احط نص الكنافه وانا بفرد الكنافه اعمل ليها شفه من الجنب عشان لما احط الكاستر بتاعي ما ينزلش تحت، يبقى متحط بالكنافه من جميع الجوانب اهو على جناب الصينيه كده. تعملي لها شفه وتضغطي. انا بردك في صوره ضغطت بالصينيه عشان الكنافه بتاعتي دي لازم تبقى مضغوطه كويس، بس ما جاتش في التصوير. تمام. مفيش مشكله، يعني انت ممكن تجيبي صينيه اصغر وتضغطي بيها، مفيش اي مشكله. بعد كده خلاص ضغطت وعملت الشفه، اجيب الكاستر بتاعي واحطه. هتلاقي الكاستر بتاعك محط كده من الجناب بالشفه اللي انا عملتها، واسيبه كده اللهم بارك ينشف لحد ما يبرد وينشف. تمام. مجرد ان انا احط عليه صباعي او ايدي ما يلزقش فيها، يبقى هو كده الكاستر بتاعي برد وزي الفل. جبت بقى ايه اللي هسيبه بقى دلوقتي اهو بارد ونشف
اهو نشف اهو خلاص. انا بستنى المرحله دي وبعد كده اكمل، يعني بتاع 5 دقايق كده واروح مكمله صينيه الكنافه بتاعتي. ابتدي احط بقيه النص الكميه التانية، وزي ما انتوا شايفين اهو ما شاء الله. واظبطها بقى، اضغط الى الاول بعد ما احط الكنافه كلها هضغط بايديا شويه، وبعد كده اجيب صينيه اصغر اضغط بيها. ودي اللي قلت لكم ضغطت من تحت بس ما جاتش في التصوير. اضغط جامد وما اخافش وبقلب جامد. احنا ستات بيوت شاطرين ما بنخافش، واحنا بنعمل شغلنا على نضيف. اهو زي ما انتوا شايفين كده اضغطي جامد وما تقلقيش، عشان الكنافه بتاعتنا تخش الفرن ما تترفعش كده وتبقى ايه زي ما انتوا شايفينها كده، تتحط زي ما هي. تمام. وبعد كده ضغطت اهو، ضغطت كذا ضغطه قدامكم اهو، ومفيش اي حاجه زي الفل. كريمه ولا طلعت ولا اي حاجه، واتضغطت كويس وما شاء الله زي الفل، زي ما بتوع المحلات بيعملوا. هم مش احسن مننا بقى. تمام. وبعد كده خلاص كده تمام. اكون مسخنه بقى الفرن بتاعي لمده 10 دقايق على درجه 200 درجه مئويه، وايه ويكون جاهز ان انا احط الكنافه. بص انا بعد كده اخر معلقتين معايا واللي انا مسيحاهم السمنه احطهم على الوش، عشان ده بيساعد برضك ان الكنافه بتاعتي تحمر ايه وتبقى لونها ذهبي وحلو. بالفرشه بالمعلقه ترشيهم، يعني اي كان اتصرفي اي طريقه هتعجبك هي شغاله. تمام. دخلناها الفرن وفي وسط في الرف الوسطاني وطلعناها زي ما انتم شايفين كده، لونها ذهبي زي الفل. ولو ما احمرتش معاكي ولعي عليها الشوايه وخدي بالك بس عشان ما تتحرقش منك. هنقلبها بقى على صينيه التقديم قبل ما نسقيها الشربات. وزي ما زي ما انتم شايفينها كده ما شاء الله اللهم بارك، عروسه اهي زي القمر. بعد كده بقى اجيب الشربات بتاعي، لا اما الكنافه سخنه لا اما الشربات سخن، حاجه فيهم تكون سخنه. وابتدي ايه اسقي الشربات بتاعي كده ما شاء الله. دي طبعا انا عامله كميه لصينيتين، انت هتحطي نص الكميه. ممكن ما تحطيش نص الكميه كلها، يعني حسب ما انت بتحبي الشربات في الكنافه كتير قليل، يعني دي حاجه براحتك انت. تمام. بعد كده اتسقت وشربت وهتقعد كده دقيقتين لما تشرب الشربات بتاعها. ابتدي بقى اي مكسرات عندي، لو حابه عندي مكسرات ارش، اي حاجه عندي مكسرات اي مكسرات احطها، لو مش عايزه وما فيش ما تحطيش ما فيش مشكله. وكده عملنا صينيه كنافه بكاستر الشوكولاته ما شاء الله، تستقبل بقكم جميل. والف هنا وشفا ورمضان كريم علينا كلنا يا رب، كل عام وانتم بخير. هقطعها بقى كده، بقى كده جاهز على التقديم ما شاء الله اللهم بارك. اللهم صل على سيدنا محمد. حاجه كده فاخر من الاخر، طعمه وريحتها فايحه كده عشان ريحه السمنه اللي بتديها الريحه الحلوه دي. والكاستر الشوكولاته بتاعنا ده بقى جوسي وكريمي ما شاء الله، بتاكلي شويه حته كنافه تحلفي بيها العمر كله، وهتعمليها وهتدمنيها من حلاوتها، هتبقي عايزه تخلصي الصينيه كلها. بس يا حبايبي اهم حاجه بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اهم حاجه الدعوه الحلوه. وربنا يكرمنا جميعا ونكون رمضان علينا بخير وسعاده يا رب. وتشيروا لحبايبكم وصحابكم ولايك الجميل، ومشتركش في القناه يشترك، وتصلوا على سيدنا محمد.